الله يسلمك. وربي إن شاء الله يتم بيكم ويفرحكم ويحمر وجوهكم. الله يسلمك. والله ويا الصحة والعافية والحمد لله كي لحقنا لهذا الوقت. مرحبا بكم في حصة بنا وحكاية. اليوم جينا من مدينة بوسعادة نقدموا الأكل التقليدي تاعنا بصفة خاصة، بصفة عامة جينا نقدموا في الأكل النايلي، وبصفة خاصة مدينة بوسعادة. اليوم جبنا الأكل التقليدي تاعنا وحبينا نعرفوا به. اليوم أنا حاضرين معكم في الجزائر العاصمة. السلام عليكم، مرحبا بكم بنا وحكاية. اليوم راح نجيبوكم ونقدموا لكم إن شاء الله مهراس صفيطي المسيلي كما نقولوا تاع بوسعادة. هذا المهراس أول مخرج خرج في مدينة بوسعادة، أيوة، وشاع هنا في الولايات، حتى راح شغل غطى المناطق هذو تاع الجزائر مثلا العاصمة وما جاورها كما نقولوا، وذكي راه كما نقولوا داير ضجة سورتو في المواقع التواصل. اليوم نجيب لكم كيفاش نحضروا المهراس هذا تاع الزبيط. مرحبا بكم. حسب ما تناولته الروايات الشفوية يرجع تاريخ ظهور الطبق الصفيطي إلى أواخر القرن الخامس عشر، والتي أصبحت منذ تلك اللحظة المعقل الرئيسي لهذا الطبق. بنا وحكاية ستروي لكم قصة هذا الطبق، أي طبق الصفيطي، هذه الأكلة الشعبية من خيمة الناقة الحضنية بإسطوالي. تابعوا معنا. يسخر المطبخ البوسعادي بالأكلات الشعبية المتوارثة عبر الأجيال، مطبخ معروف وطنياً. على كل من يزور بوسعادة أن يتذوق مأكولته. من بين هذه الأكلات خروف مشوي، والمعروف بالمصور، يقدم في الأعراس. الشخشوخة، قفص الجبن، وهو من أجبان التقليدية البوسعادية المغطى بالأعشاب الجبلية. المختومة، الكسكسي والصفيطي الذي يحضر بمهراس يصنع محلياً. أكثر ما يميزه الحار. جبنا الكسرة بالشعير وجبنا معها البحرور اللي هو أكل تقليدي. بكري يديروا العولة تاعهم ما كانش متوفر الفلفل الأخضر وطميش الأخضر، دوكا كاين البيوت البلاستيكية. بكري كانوا يجفوا الفلفل ويجفوا طماطيش، في وسط الشتاء ما كانش الفلفل الأخضر يدقوهم ويأكلوهم مع الشعير. احنا جبناه مع كسرة الشعير. بحرور، البحرور ياكلوه في الشتاء، لا خطره كان فلفل اخضر وطميش ما كانش، طماطيش ما كانش، كانوا يديروه الناس بكري يديروه. حنا هزيناها من جدوده، حبيت نقدمها اليوم بطبق عصري وجيت شاركت بها هنايا شغل لمسه قديمه مع جديد بين البارح واليوم. وجبت معنا الروينه اللي هي كانوا يطحنوه من القمح بكري، يطحنوها ويدسوها للزاد تاعهم. انا حبيت نضيف لها الخروب والتمر. التمر احنا نقولوا له القرباعي، هذا اليابس. جبته هو الخروب. الفوائد الخروب راه كثيره اليوم يهضروا عليه، مليح لانيمي، دراري صغار، حتى عاد يتباع في الفارماسي دركا في البواط. حبيت نجيبوه ونخلطه مع روينه. وجبت الرفيس تاعنا اللي هو بوصلوع، رفيس الكسره مع الفطير مع الغرس، وحبيت نديرو دهن العربي تاعنا اللي قدمته مع دقله نور واللبن. وجبت معاه الرب وشرمول وليزيبيس تاعنا تاع بوسعادة المعروفه به الفاح تاعنا اللي هو كزبر وكرويه وكمون ثاني جبته. هذا الجيل الجديد هنا نحافظوا على التقاليد والتراث تاعنا، حابين نديروا بحاجه عصريه بصح مكونات طبيعيه. هما بكري يديروا كلش طبيعي، فوائد صحيحه كيما الدهن. حتى دهن جبت دهن المعز اللي خدمته الحاجه، البن خدمته هي ثاني، هاني جبته حطيته كلش طبيعي كلش تقليدي. حبينا نديروه بحاجه عصريه ويكون صحي ثاني، ما نروحوش المواد الحافظه. جبنا لكم الرفيس، بوصلوع انتم تقولوا. جبنا لكم اللبن والرب والدهان العرب، وكنا نشتروا الروينه. هذه هي. ونديروا الجبن، نديروا الكليله، نديروا دركا تاكلوا الروينه. درك مزال. هذا الجيل ما ياكلش الا انت وبكري مازالوا يشتوها وياكلوا. كل واحد ووقته. ان شاء الله تقعد الصحة والعافية ان شاء الله، وربي يفرحكم ويشبعكم بدولتكم ان شاء الله. ان شاء الله. حاجة نهضر لك على الدهان تاع الغلم. نمخذوا اللبن الحليب نروبوه، نمخذوه في الشكوى ونحو الدهان كما راه هكذا ونخبوا. نديروه للشخشوخة، نديروه للرفيس، نديروه الصفيطي والشخشوخ. انتي وحبيتي مني شتيتي ديريه. انا وحبيت. معليش حاجه زيتي حكينا على البصلوع. هذه كسرة وقرص ودهان.
طمحري كسرات فتيه طمحري طحلي ديري لها القرص طحلي مرسم من بعد ديري لها الدهن وتحطيها. يعطيك الصحة. ما نجوك ان شاء الله لبوسعادة. ان شاء الله. ان شاء الله. ترى حبيبينا الحجار معروفين انتم اهل الكرم. ايه اهل الكرم والجود. لا اهلا وسهلا. قال ما تلقوهاش. ان شاء الله تلقوا كلش على ما تلقوش. الله يبارك ما شاء الله عليك. والله. الله يبارك ربي يطول في عمرك. ان شاء الله ربي يعطينا الصحة والعافية وربي يستركم ويحمر وجوهكم وهذه هي. بوسعادة ونقولوا الجبن تاع القفص الحليب تاع القلم نتاع نحكوا فيه هو يحمى احنا نخدموا له الحلفة قفص ونكبوه فيه ونلمدو. وش من حليب ديروا به؟ حليب قلم بقري رجال. المعزة تاع ماعز قلم هو الماعز هو القلم. حليب عندك تاع البقري بكري ما نديروش دركم عاد يديروه. درك عاد يديروه. هذه يقول لها الحلفة. هاك ما نايضة في الجبال. كيفاش يقعد كيفاش ديروه؟ نحموه ونكبوه ننجولو هذا ننجوه ونكبوه ساعة نقلبوه نخيطوه ونحطوه يقطر يبس. هذا. ردي الحاجة معليش. ها هنايا. هنايا الجبن هنا. صح. وش منها. هو منها. حبيبي. هذا الأعشاب هذو مو شنو؟ هذا يقولها الحلفة. الحلفة للداخل. زعيت ولا لا؟ العرعار. مش عرعار. كليل كليل. هذا يقولوا جرتيل. يديروه للقهوة يديروه لهنا. هذه حلفة وطعمة. هذه حلفة وكاشينة. شكون خدمها هذه حلفة؟ أنا. أنتيا؟ الله يبارك. كيفاش خدمتيها؟ خدمتها بالشفا ويانا البرا والحلفة هاك. الله يبارك. الخروب والقرباعي. ودي مع الوين؟ ودي لا سكر لا والو. عندي ولا سكر لا والو. هذه كرقدة شعير. رغدة. هذه الرغدة. كسرت الرغدة. نعجنوها ونطيبوها. احنا الخيمه هذه فتحناها من بعد ما درنا على الجزائر كومبلي وشفنا كيما نقولوا البلايص وين ما كانش الخيمه هذه. شفنا سطوالي فيل هنايا ما فيهاش خيمه كيما تاع ماكوله تقليديه. وهنا كي تقول لهم خيمه كي تجي السطوالي كي تقول لهم خيمه يجي في بالهم باللي الشيشه وتاي هما هذه تجي في بالهم. احنا سميناها خيمه الناقه الحضنيه بس كي تقول خيمه الناقه معناتها راك قلت شخشوخه وزفيطي. هذو المأكولات الأساسية تاعنا ومعاهم كيما نقولوا كاين شخشوخة كاين زفيطي كاين دوبارة كاين كسرة حميص اللبن. تعتبر أكلة الزفيطي الأكثر شعبية في بوسعادة الواقعة على بعد 250 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة. ارتبط اسمه باسمها منذ عشرات السنين. الزفيطي طبق تقليدي يتناوله السكان طوال السنة كرمز من رموز المأكولات التقليدية التي لا يمكن الاستغناء عنها. والمرأة البوسعادية التي لا تحسن إعداد هذا الطبق الشهي هي في العرف المتداول بعيدة عن أصالة المدينة وتقاليدها المتوارثة. اليوم راح نهضروا على الزفيطي. الزفيطي هذا كما نقولوا خلق في بوسعادة ومعروفة به بوسعادة. سمى الطبق هذا تاع بوسعادة. ويجونا ناس من كل الولايات يجوا يحوسوا على الماكله هذه وراهم يجونا من بومرداس من قسنطينه من سطيف. كاع الناس يبغوا يحبوا هذو المأكولات التقليديه سورتو الزفيطي. تكون بصمه تاع بوسعادة والبصمه دائما تكون تاع بوسعادة. والمهراس هذا يجي فيه الفلفل يجي فيه الدبشه يجي فيه الطماطم يجي فيه الثوم. ليسونسيال هذو المكونات الاساسيه سورتو الحار. الزفيطي اذا ما كان مش حار ماهوش زفيطي. كاين ناس تقول لك خدم لي الزفيطي ما ديرش فيه الحار.
اكيد راح يخرجوا زفيتي ناقص شويه في البن، ما يخرجش كيما مهراس حار. والزفيتي دائما يرافقوا البن، لبن ولا رايب ولا الحليب، يساعد في الحار. كي يكون حار تشرب معاه البن ولا الحليب. كاين اللي يحب يدير زيت زيتون، بصح البن تاع الزفيتي في الحار، اللي يحب ياكل الحار ياكل الحار، من الاخر يشرب البن. هذه هي. الزفيتي الشهر نتاعو الحار. الناس اللي دومونديوه، شوف اللي دومونديوه اكثر اللي يحبوا الحار، سورتو اللي يكونوا مرضى بلاكريب. بلاكريب صحاب لاكريب وكل كاع يجونا ضربه بضربه. شوف الزفيتي هذا اخرين يقول لك مسيده، اخرين يقول لك بوسعاده، اخرين يقول لك بسكره، اخرين هو زفيتي. احنا نقول زفيتي وخلاص، ما احنا ما نقولوش لمن، احنا نقول زفيتي. كي يقول لك واحد بوسعاده ولا مسيده، هي بوسعاده هي المسيده. كان تروح تاكل زفيتي تاع بوسعاده وتاكل زفيتي تاع مسيده، كليت نفس الزفيتي، معناتها راك ما نهضروش على من. المهم كاين زفيتي وخلاص. الزفيتي هنا واش نعرف عليه، الزفيتي كيما نقولوا حنا نخدموه حوايج طبيعيه، قال فلفل طوماط ثوم، حوايج طبيعيه ما ندخلوش فيه لي زيبيس هذيك، معناتها حتى كي تاكلوا ماهوش راح يضرك، صحي. وهنايا كاين هنايا في الجزائر في العاصمه هنا كاين ما يعرفوهش، كاين اللي يجيب له زفيتي ما يقول لك هذاك كيفاه يتكل، نهار يقول لك هذا يتكل في طبسي كيفاه باش كيفاش يتكل، ما يعرفوش اصلا هو الزفيتي. هو شوف هو يتكل في مهراس، مهراس كيما هذا مجسم تاعو. والزفيتي البنه تاعو في الحرور، هاو كان يقول لك دير لي مهراس بصح ما ديروش حار، هو البنه تاعو في الحرور. حكايه الزفيتي هذه كما يقولوا كيفاش داروا الزفيتي هذا وخرج الزفيتي هذا، هي كانوا بكري يخبوا الماكله باش ما يخسروهاش يبذروهاش، يخبوها الصباح مثلا فلفل كسره، من بعد الصباح كي ينوضوا هكذا ومثلا كيقعدوا يحضروا وجبه الغداء، يسخنوا هذيك الماكله الكسره والحار والثوم هذاك، يسخنوهم كاع ويهرسوهم في المهرس ويقدموهم في العائله ياكلوهم ثم. من ذاك الوقت شغل شاعد وطوروا فيه شويه. بكري في وقت كان ما كان والو، كان الفقر، كانوا يخبوا الماكله، كانوا ما يبذروش. كان اللي يسميه زفيتي، كان اللي يسميه سلطه مهراس، كان اللي يسميه بطوط، كل واحد وكل منطقه وكيفاش تسميه. هو اصلا زفيتي سلطه مهراس، هو الاساس سلطه مهراس. ومرحبا بكم، دوك نوريكم كيفاش نحضروا الزفيتي. كتشوفوا معنا الطبق كيف نحضروه ونقدموه لكم ان شاء الله. الحاجه المميزه في الزفيتي هي كي يجيك واحد مريض ما يحبش ياكل لي زيبيس، نقدموا له طبق تاع هذا الزفيتي. هو اصلا يجي بدون لي زيبيس كما نقولوا، يجي طبيعي، سما مش راح يضره والله. تعد أكلة الزفيتي من خبز الرخساس المعجون بطحين القمح دون تخمير، ومجموعة من التوابل التي يتقدمها الفلفل الحار جداً، والذي يستحسن استخدامه جافاً، كما تستخدم الطماطم الجافة المشرحة إضافة إلى الثوم والكزبرة والماء المغلى. أما المزج والإعداد فيتم داخل آنية خشبية تقليدية بيضاوية الشكل أو أسطوانية تدعى المهراس، والذي يصنع من الخشب الجيد الكروش القاسي، ويقدم الزفيتي ساخناً أو نصف ساخن أو حتى بارداً في المهراس، حيث يتم تناوله بواسطة ملاعق خشبية، ويعتبر من المقبلات إذا كانت الكمية المتناولة منه قليلة، خاصة لدى العائلات الميسورة التي تعتبره برستيجاً خاصاً يؤكد أصالة المنبت. أما لدى العائلات الفقيرة فيتم تناوله كوجبة كاملة في الأيام العادية وطوال السنة، نظراً لسهولة إعداده وتتناسب مصاريفه البسيطة مع القدرات الشرائية للعائلة. بسم الله، نبدأ بالثوم. هي أول حاجة الثوم نديرو نص ديال، ما نديروش طايب بزاف. نضيف له شويه كزبر اللي هي الدبشر، حمار عكري، ايوا عكري حار، هذا جايبينه من الدار. هذا نضيفوا شويه تاع الملح، عينك ميزانك، ايوا باينه. بعد ما نخلطوهم ندرسوهم هما كاع، نجيبو كسره، هاي كسره تاعنا. ندرسو الكسره هذه مع كي نكملوا الدرس ندرسوهم مليح،
هكذا نقدروا نضيفوا لهم شويه تاع الفلفل. الفلفل حار. ايوه الفلفل الحار كما نقولوا له قرن الغزال احنا عندنا في الجزيره نقولوا. ايوه بعد نهرشوا مع الفلفل هذا. قبل ما تهرس كسره خلاص واش دير طماطم. قبل ما تهرسها لازم كسره كما نقولوا ما تخليهاش ترحاها بزاف كما نقولوا تهرسها بزاف. من بعد دير الطماطم باش تعاونك في التهراس تاع الكسره وما طيح قد وخاطر اذا تراب المهراس بزاف ترحى بزاف ما يعطيكش بنه مليح. ونضيف الماء بشويه برك بشويه حتى يطلع المهراس تاعك. ما ديرش الماء ديريكت لخاطر اذا درت الماء ديريكت راح ما يخرجلكش مهراس مليح. لازم تطلع غير بشويه كيما هكذا راه واجد صاي. وكاين اللي يحبوا جاري بزاف هو المهراس ما يجيش جاري بزاف يجي عاقد كيما نقول. هذا المهراس هو يخرج هكذا المهراس. هنا يحبوه مرابي بزاف ويحبوه جاري. وإذا كان المساعدون يفخرون بأكل طبق السفيط حارا ملتهبا وحتى دون إضافة المواد الدسمة التي تخفف حدته، فإن غيرهم من زوار المدينة بما فيهم السياح الأجانب القادمين من أصقاع الدنيا أيام العز السياحي لا يستطيعون إطباق أفواههم على اللقمة الأولى في بداية التجربة من شدة لسعها، قبل أن ينغمسوا في اتهام المزيد بعد أن يتعودوا على طعمه الخاص الذي لا يقاوم. والغريب أن المساعدين لا يتأثرون بتناول هذا الطبق في حين يعاني غيرهم من صعوبة تأقلم جهازهم الهضمي مع محتويات هذه الأكلة. شأنهم في ذلك شأن جيرانهم البساكرة مع الدبارة البسكرية.